التشكيل بتاع الاهلي نزل، واول ما شفت التشكيل انا اترعبت بصراحه، قلت المدرب ده بيخرف ليه بقى؟ لان اول ما شفت التشكيل انا حاسبها على 4-3-3، فلما شفت مثلا بيلعب بامام وبيلعب بالكابتن تريزيجيه وبيلعب بوسام، قلت ازاي يلعب بامام جناح اصلا؟ وامام لما بيلعب جناح شمال، وتريزيجيه بيلعب شمال، انا مش فاهم والله. فانا يا جدعان لما جيت فكرت كده شويه، قلت مش استحاله يلعب بامام وعنده وينج زي زيزو وطاهر، انت فاهمني؟ يعني لو لعب بيمين في زيزو وطاهر، لو لعب بشمال ما الناحيه التانيه برضو تريزيجيه وبن شرقي، فالدنيا معجونه خالص. فلما جيت فكرت شويه قلت لا، يبقى هو كده اصلا راسم على 4-4-2 او راسم على 5-3-2 وتبقى دفاعيه بحت، وانا مش عايز 5-3-2، 4-4-2 ماشيه. وبعدين قلت تاني ممكن نلعب ب 4-3-1-2، انت فاهمني؟ يخلي واحد تحت المهاجمين اللي هو مثلا بن رمضان او امام عاشور، واحد من الاثنين دول يبقى تحت تريزيجيه وسام، ويبقى تريزيجيه وسام مهاجمين، فهتبقى حلوه جدا. فيا جدعان بص، انت لما تبص للتشكيله ما تتسرعش. بص التشكيله ديت سلاح ذو حدين، اولا يا اما المدرب فاهم قوي ودارس انتر ميامي قوي وشاف ان طريقه 4-4-2 او 5-3-2 او 4-3-1-2 هي دي الطريقه اللي يعرف يجاري بيها الفرقه دي، او هي دي الطريقه اللي يعرف يلعب بيها الفرقه دي. ولكن في نفس الوقت انا بالنسبه لي ما اقدرش احكم على المدرب الا لما اشوف الماتش. يعني انا اقول لك على حاجه، هنفترض ان هو لعب 4-3-3 وخلى امام جناح مثلا، او بالرمضان جناح، لانه بيلعب مع الفرقه بتاعته. فرانك فاروشي ده كان بيلعب مع الفرقه بتاعته جناح، فهنفترض ان هو حط امام او بن رمضان واحد منهم جناح مثلا، انت فاهمني؟ ولعب 4-3-3. والله لو كسب هطلع اشكره على المكسب، بس في نفس الوقت هطلع اقول له ليه؟ يعني ليه تلعب بواحد من نص الملعب جناح وتخسر وظايفه في نص الملعب؟ انت فاهمني؟ واحرق الاثنين اللي هو امام وبن رمضان في شوط واحد، انت فاهمني؟ واجي اغير الشوط الثاني الاقي كل اللي عندي ديفندرات، انت فاهم القصه؟ وفي نفس الوقت يعني عندك جناحات كتير جدا، يعني عندك جناح. بس انا هقول لك على حاجه، انا شايف ان التشكيله الاقرب، انت لو بصيت لها كده، لو هديت شويه وبصيت لها 4-4-2 او 5-3-2 او 4-3-1-2، هتلاقي ان ديت العناصر اللي المفروض تلعب، باستثناء بقى ناس كتير. انا عارف ان في ناس كتير هتعترض على كوكا، وانت عندك الدبيس وعندك مصطفى العش ممكن يلعبها، وعندك يحيى عطيه الله، بس ممكن يكون المدرب شايف ان كوكا الاجهز، شايف ان كوكا الاحسن فيهم دفاعيا في الحته دي، شايف ان كوكا اللي هيعرف يخدم اللي بيلعب قدامه. فما نعرفش، هنشوف يا جدعان الماتش، هنشوف طريقه لعب الاهلي. ولكن انا متاكد ان هو الشوط الثاني هيقلبها 4-3-3. وفي نفس الوقت عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا انت مش واخد بالك منها، المدرب ده لو لا قدر الله دخل فينا جون في الشوط الاول هتلاقيه عدل الخطه بسرعه، طلع واحد من نص الملعب، انت فاهمني؟ واحد من الديفندرات، وهيلعب بمروان، وهيلعب قصدي ببن رمضان، وهيلعب بامام، وهيروح على طول مطلع مثلا حمدي فتحي او مروان، وهيروح منزل زيزو جناح وهيلعب 4-3-3. فالماتش طويل، وهنشوف المدرب هيبقى قاري الماتش ازاي. فمش عايزك تستعجل وتطلع تقول لي الخطه زفت، الخطه زفت، الخطه زفت. اتمنى ان انت تكون فهمت وجهه نظري في الخطه، اي ما تشكيله تنزل افهم، يعني ممكن يكون المدرب قاعد ودارس وفاهم وشاف الفرقه دي بتلعب ازاي. فده اول ماتش ليه، ده اول ماتش للمدرب، فهنشوف الماتش هيمشي ازاي. اتمنى ان احنا نكسب، اتمنى ان تكون الطريقه بتاع المدرب ديت تكون طريقه عالميه او خطه حلوه تفيده في الماتش النهارده، وهنشوف.